بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ازيكم يا أهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر. يلا كده أهلاوية عاوزين نوصل ل5000 مشترك. طبعا سامعين كلام كتير على وسام، هيمشي مش هيمشي، وسام قاعد، وسام لأ مش قاعد. بصراحة الموضوع طول أوي، الموضوع بوخ أوي. والله العظيم يا جماعة ما تمشوها يا جماعة يعني، ونكسب نورا فلوس كويسة، نجيب مهاجمين كويسين يعني طالما وسام عظيم شيء خلاص، ما يعني هو قدر الله عمل عليه وفاد الأهلي يعني نخسره هو كمهاجم. بصراحة وسام يعتبر من أحسن المهاجمين اللي جه الأهلي الفترة اللي فاتت. مش هنعرف نعوضه بمهاجم تاني إلا لما ربنا يكرمنا كده بواحد زيه. فلو عايز يمشي يمشي يا جماعة، مع السلامة يا وسام، وشكرا ليك على كل اللي أنت عملته لنا. وما نضيعش وقت بقى ونشوف مهاجم تاني عشان يخش معانا فترة الإعداد هتعمل في تونس. ليه بنضيع وقت؟ مش فاهم أنا يعني هنجيب لنا مهاجمين كده كمان، واحد أفريقي كده وواحد يعني أسد الحمالاوي ده. شكله كده مش هيجي الأهلي، منه كان يجي الأهلي، شكله كويس، شكله كويس على هيتأيد مصري عشان فلسطيني الجنسية. فلو ماشي من لو الأهلي معرفش يجيبه هنخسره، كان ممكن يبقى زي وسام. فأنا سامع لو راح رومانيا، فمش عارف بقى كلامه صح ولا لأ، فلسه هنشوف أسد الحلباوي ده هيروح فين. المفروض احنا نجيب بقى مهاجمين ونركز شوية في الفريق بقى، اللي عايز يمشي يمشي يا جماعة، مش هنتحايل على حد. هو سام قعد معانا وقدر عليه وأكتر كمان، فنديله بقى فرصته في فريق تاني مع طموح تانية، فمع فلوس تانية. أكيد طبعا فلوس أهم حاجة، الموضوع عليه كتير جدا بصراحة يعني، أكتر من الأهلي بكتير أوي 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 أوي. منضيعش وقت يا خطيب، ونمشي بقى ونشوف بقى حالنا، ونشوف بقى نجيب مهاجمين أقوى عشان يحاولوا يخشوا مع الراجل فترة الإعداد، عشان لما يبدأ الموسم والمنتشر يبقى جاهزين وكل حاجة تمام. طبعا احنا سامعين كلام كتير جدا بقى على أحمد عبد القادر هيمشي، أحمد عبد القادر هيعمل. أحمد عبد القادر بصراحة هو لعيب كويس جدا جدا جدا، والأهلي هيخسروا كتير جدا لو مشي. فيا ريت الأهلي يفكر تاني في أحمد عبد القادر، يقعدوا. أحمد عبد القادر لعيب جامد جدا يا جماعة، لعيب تقيل، لعيب مهاري يعني صعب تلاقي دلوقتي واحد زيه. فيا ريت الأهلي يقعدوا والمدرب يديله فرصة كمان. في حتى في المعسكر اللي جاي ده يديله فرصة، يشوفوا القرب، يشوفوا مهاراته، يشوفوا حركاته. واحنا محتاج فيها زحمة، بس برضه معلش انت برضه لعيب كويس، لعيب تقيل يعني، مش لعيب صغير يعني. فيا ريت نديله فرصة كمان يا كابتن ريفيرو مع النادي الأهلي، إن احنا قادر ابننا وابن النادي وهو عاوز النادي يعني، فعشان تسيبه مجانا سوري تسيبه بيع نهائي، فصعب أوي 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 أوي. فاهم؟ فيعني يا ريت نديله فرصة كمان أحمد عبد القادر. أما كمان عبد الواحد طبعا المدرب هيديله فرصة تانية في المعسكر اللي جاي ده. إن هو بصراحة كمان عبد الواحد يعتبر يعني هو يعني أحسن واحد يعني باك يمين في المرحلة دي في مصر يعني. مفيش حد يعني ملحوظ، مفيش حد تقيل، فاهم؟ فهيديله فرصة كمان مع طبعا عبد الكريم فؤاد. طبعا الحمد لله على السلامة يا كريم، الجبهة دي إن شاء الله هتبقى كويسة مع هاني. فإن شاء الله بالتوفيق يا عمر يا كمال يا عبد الواحد. فالأهلي محتاج، لسه الأهلي محتاج تدعيمات كتيرة جدا جدا. الأهلي محتاج تدعيمات في خط الدفاع برضه، محتاج تدعيمات في اليمين وفي الشمال. محتاجناش حد في الشمال، مجبناش حد في الشمال. وعايزين مهاجمين طبعا، جودة شال لو ماشي يمشي هو كمان لحقته سبقه. وجيب لنا برضه مدافع، يبقى كده اتنين مدافعين هجوم، أو واحد هجوم واحد دفاع مكان أشرف داري لو مشي. بس أنا نفسي أشرف داري يكمل. أشرف داري والله كويس يا جماعة، أشرف داري يعني مدافع كويس، وأشرف داري برضه يا ريته يقعد ما يمشيش. بس لو جه العرض كويس وهو عاوز يمشي برضه يمشي، مش هنقعد حد غصب عنه. فلسه محتاج الأهلي، محتاج صفقات يعني. احنا ما عندناش وسط ملعب، ما عندناش بودرة، ما عندناش بديل لديانج، ما عندناش بديل لحمدي سوري لمروان عطية، بن رمضان إمام لو لا قدر الله حصل لهم حاجة. فاهم؟ انت عندكش بودرة الناس دي، انت بتلعب بالناس دي كلها أساسي. فاهم؟ يعني انت في ماتش ممكن تلعب ديانج ومروان وبن رمضان وقدامهم إمام. فاهم؟ فانت لا قدر الله حد حصل له حاجة هنقع في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. الأهلي محتاج تدعيمات في نص الملعب. الأهلي محتاج لعيبة، ريت نظبط الكلام ده كله قبل المعسكر عشان يكونوا مع الراجل في المعسكر، عشان بقى كده نعرف نحاسب الراجل بقى، احنا كده انت عملت ايه بقى ومعاك ايه وخدت ايه. فاهم يعني؟ بقى الدنيا واضحة معانا. فان شاء الله بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي، التوفيق للريبيرو والكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف. عايزين بقى فرقة يا جماعة السنة الجاية تخش كل بطولة تاخدها إن شاء الله بإذن الله. طبعا يعني نخش أفريقيا، ناخدها أهم حاجة أفريقيا.
الدوري طبعا ناخده، كاس السوبر اللي جاي ان شاء الله ناخده باذن الله. اي بطوله ان شاء الله الاهلي ينافس فيها يكون عندنا اداء اهم من النتيجه. احنا بنحب الاداء اكتر، بنحب النتيجه برضه، بس يكون الاداء مع النتيجه تكون حاجه كويسه جدا جدا جدا، وحاجه بترفع من ناحية معنويات الجماهير، وبتعرف ان انا عندها فريق قوي. زي ماتش مثلا بتاع بورتو كان ماتش كويس جدا، بس احنا مثلا 50 جون ولا حاجه. ولازم برضه يعني يشوف الكابتن ريبيرو يشوف الموضوع اللي هو هدر الفرص ده. الفرص بتضيع بسهولة جدا جدا جدا، انت لو في ماتش نهائي ولا في ماتش افريقيا، فصعب جدا تضيع الفرص دي كلها. فان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، واللي جاي ان شاء الله يكون احسن للنادي الاهلي. آه فيلا يا اهلاويه كده دعمونا، عاوزين نوصل 5 مشترك يا اهلاويه، عاوزين دعم جدا منكم يا اهلاويه. يعني احنا معظم الناس اللي بتتفرج علينا بتبقى غير مشتركين، فياريت تشتركوا يعني. عشان ان شاء الله نعمل فيديوهات تانية كتيرة جدا. احنا داخلين بقى على الدوري وداخلين على موسم جديد، عشان معاكم لحظة بلحظة أهلاوية، فدعمونا يا أهلاوية. السلام عليكم.